في بيئة الشغل أو العمل محدش مهتم بمشاعرك عاملة إزاي. مشاعرك طلعها من المعادلة تماما. هتلاقي مديرك بيحاول يستفزك عشان يشوف هترد إزاي وهتتنرفز إزاي. اوعى تريحه واوعى تتنرفز، وخلي دايما عندك ذكاء اجتماعي. ما تخشش في اي نوع من انواع العلاقات مع اي حد في الشغل. ما تشتمش في اي حد في الشغل قدام اي حد من زمايلك في الشغل، حتى لو هو انسان زبالة ويستاهل انك تشتمه. انت مش مضطر تحب الناس اللي موجودة معاك في الشغل. افصل دايما ما بين حياتك الشخصية وحياتك العملية، وما تشتغلش اكتر من شغلك. وبعد شغلك ما تردش على اي حد من الشغل، الا بقى لو انت دكتور وبتاع فلازم ترد وكده، انما غير كده ما تردش. اوعى تسمح ان شغلك يأثر على حياتك الشخصية بعد ما تخلص شغل. اوعى تثق في اي حد من زمايلك في الشغل، ودي نقطة مهمة جدا. زمايلك اللي في الشغل مش اصحابك. هيضحك في وشك ويجمع عنك معلومات ويستخدمها ضدك في ظهرك. ما تعرفش اي حد في شغلك عن حياتك الشخصية. ساكن فين؟ بتشتغل شغلانة تانية ولا لا؟ بتاخد كورسات؟ بتطور من نفسك؟ ما تبلغش حد معاك من الشغل. هتسيب الشغل؟ ما تقولش لحد. بتخرج؟ بتروح فين؟ بتاكل فين؟ كل الكلام ده ما تقولوش لاي حد من اللي معاك. ممكن بكل بساطة النفوس المريضة تغير منك. يعني مش كل الناس عايزة تشوفك بتترقى وبتشتغل شغل احسن، حتى لو انت تستاهل انك تترقى وتكون في مكان افضل. طبيعة بشرية. ممكن يكون اللي موجود معاك في المكتب صاحبك وصديقك عادي جدا، بس اول ما تيجي فرصة ان هو يترقى او انت تترقى هتلاقيه اتغير. او لما يبقى صديقك ده مدير عليك تشوف بقى عقد الدنيا والاخرة. طب ليه؟ ما من الاول خالص بلاش تعمل علاقات في الشغل. مفيش حد هيتمنى يشوفك احسن منه. روح شغلك، اشتغل وروح بس، وخليك راجل.